هو المسمن ديالي تبارك الله، ولا حنا في الشام كنقولوا له الرغيفه البنات. عرفتوا تبارك الله. شوفوا كيجي رائع، ما نقولكمش يا البنات. اذا قلتوا رغيفات راهم رغيفات على حقهم وطريقهم، شي حاجه رائعه البنات. كنصحكم تجربوهم. غادي نقطع معكم واحده. بسم الله. شوفوا كيفاش كتجي الورقه ديالو تبارك الله، بحال ورقه ديال البسطيله. شوفوا تبارك الله بحال يدخل. عاملين لاباط في يدي ماشي مسمن، كيجيو غير كيتكلوا غير بوحديتهم. ها نتوما شفتوا البنات تبارك الله كيجيو مورقين من داخل، كيشبيو معليش. ها نتوما عندي البنات هنايا كيلو ديال الطحين، ما خلطتش معاه نهائيا لا فينو لا سميده. علاش؟ الا بغيتو مسمن ديالكم يجيكم مورق ويجيكم واعر كيحمق، تبعوا الطريقه. كيلو الطحينه البنات معاه الملح، وكنخلطوها بالماء البارد، وكنبقاو نعجنو فيه ندلكو حتى كتحصلوا على هاد العجينه الملساء. بالنسبه للقوام العجينه البنات ما خصوش يكون خفيف، ما خصوش يكون ثقيل، يعني يكون جامع راسو هكذا. هذا هو القوام ديال العجينه. خصوش يكون يعني تشوف تبارك الله خصكم تبقاو تدلكو فيه حتى يخرجوا معكم هاد الفقاعات هادو. دابا هنايا في هاد المرحله غادي نقطعوا البنات هكذا ستيتوين، ما نعدلهمش كبارين. رغيفه العيده الصحبات خصهم يجيو ستيتوين حلوين، ماشي كل رغيفه يا رغيفه الصحبه، اللي كلا شي رغيفه يكملها. غادي نقطعو بهاد الطريقه حتى غادي نساليه كامل. هانتوما دابا البنات من بعد ما ساليتهم كاملين غادي في الاول البنات ما عرفتش واش قلت لكم، هاد النقطه هذه مهمه. ما تعملوش الماء في اليد ديالكم. الماء صافي البنات، انا رمضان الزيت ما تعدلوش الزيت البنات في يدكم. حتى دابا عاد عملوا سيسو هكذا شويه الزيت وعملوها فوق الوجه ديالها هكذا بالمسمن، وحاولوا انكم تضغطوا. نهبط يدي، تضغطوا باليد ديالكم باش كتسهلوا ديك العمليه، يرتاحوا معكم دغيا، ما يطولولكمش ديك زعما باش ما تجي تخدموهم تطلقوهم دغيا. هاد اللي كتكيو عليهم هكذا. دابا غادي نغطيوهم بالميكا ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ونرجعوا باش نطلقوهم. دابا البنات هاهما ارتاحوا معايا. دابا غادي نبدا نطلق معاكم. عندي هنايا الزبده ديال البقره البنات، الا كانت عندكم وهذيك ما كنعملوا اي زبده. عندي هنايا الزيت باش غادي نطلق. عندي هنايا البنات الطحين، مثلا كاس ديال الطحين عملوا فيه كاس ديال الفينو ولا سميده. الطحين خصو يكون غلب على الفينو. انا كندهن القاعده ديالي بالزيت البنات، وما كنعملش الزيت في وسط المسمن، غير كنطلق به، والزبده هي اللي كنعدلها في وسط المسمن. دابا البنات انا ما خليتوش بزاف، ما عنديش الوقت، لان نتوما عارفين تبارك الله رمضان وماشي وحده، دونك خليته غير واحد 5 دقائق. اذا خليتوه اكثر مثلا واحد نص ساعه ولا حتى 20 دقيقه غادي يكون حسن البنات، كيكون ساهل معكم في الطلاق. ها نتوما البنات كما كتشوفوا طلقوا بهذه الطريقه هذه، وحاولوا ما امكن. ها كما كتطلقوا نتوما كتجبدوا، ولكن غير بشويه باش ما تقطعش معكم العجينه. ما تنساوش الحواشي والوسط، الحاشيات الرغيفه ديالكم الوسط هما اللي كيكونوا غلاط. المهم كنبداو نرقوا في الوسط، كنخرجوا الحاشيه ومن بعد كنديو يدنا هكذا الحاشيه كما كتشوفوا معايا البنات. شفتوا دابا العجينه ماشي مرتاحه معايا، انا كنطلقها وهي كترجع، ولكن هكذا كنتقاتل معاها باش نسالي دغيا. دابا ملي غادي نخدم واحد 2 و 3، المهم نخدم واحد 5 د الحبات د الرغايف صافي، اخرين غادي يكونوا صافي، يعني رتحوا ما غيبقاليش هذا المشكل. هذا غادي يكون غير في الاول. اهم حاجه هي الرغايف ديالكم باش يجيوكم زينين، يعني خصكم البنات راه ماشي مشكل عادي، ولكن
الطحين ماشي تقطع وتجي كامله مقطعه، ما كتجبر ما تجمع فيها، قد عدل فيها الزبده والسميده والطحين يبقى يخرج لكم منها. شوفوا البنات الزبده خصها تكون هكذا بوماده. انا عندي الشيته الله ينعس الشيطان الحرامي، نمشي نجيبها نخدم بها الزبده باش ما كتلصقليش هذا الطحين في يدي. كندهنها مزيان، كترش واحد الرشه، ترش رشه محترمه ديال الدقيق. غادي نعدلهم هكذا البنات كما كتشوفوا معايا. غادي نجيب هذا هنا، غادي نعمل لها واحد الرشيشه خفيفه، واحد دهنه خفيفه الزبده، ورشه غير شويه هنايا لحقاش عدلنا في الاول. صافي غادي نرد هذا هكذا. كذلك كنجي لهاد القنيت هذا غير كنمسح فيهم الشيته ديالي وصافي، بحال ملي كتكونوا كتعدلوا بيدكم كتمسحوا بيدكم. صافي غادي نجيب الرغيفه ديالي الوسط هنا وهذه هنا، غتجي لهاد الوسط هذا كذلك تزيد واحد شويه الزبده وغادي تعملوا لها هكذا، كتجي على هذا الشكل هذا. راه كتجي بحال العجين المورق، كتجي غزاله 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 البنات. غادي تحطوها ترتاح، تغطيوها بالميكا، تجبدوا اخرى. شفتوا هذه غادي نعمل لها هكذا باش ملي نجي نطلقها غتجيني سهله. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غنساليهم كاملين ونرجع نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالهم. دابا البنات ساليتهم كاملين، عملت المقله ديالي تسخن كما كتشوفوا. انا عندي هذه ديال الضو. دابا غادي نعمل شويه د الزيت وغادي تسبقوا من الاولانيه ديالكم وغادي تحاولوا تقرصوها بهذه الطريقه هذه. ركزوا مزيان على هاد القناه هادو، تخليوش القناه غلاطين لحقاش الرغيفه طويناها نتوما شفتوا تبارك الله شحال طويات عدلنا. طويناها مزيان ماشي ولا 4، طويناها على 6 طاويه في طاويه في طاويه. هذا اذا ما دقيتوش عليها مزيان غتجيكم مدقصه. كما كتشوفوا البنات العجينه كانت عندي ثقيله ما خففتهاش تبارك الله، يعني ساعدتني كتساعد في الخدمه. هانتوما كتهزوها كما بغيتو، كتلعبوا بها بالطريقه اللي حبيتو نتوما. صافي غادي نجيب هذه. اهم حاجه البنات كما كتشوفوا معايا كنعمل واحد شويه هكذا غير هكذا كما كتشوفوا، نعملها هنايا ونقلبها مباشره، نخليوها شي حتى طيب من تحت. زوين يدك باين هكذا. شنو بغيتي باين كتشوف وبلاتي نقطع الكاميرا ونديك تاكل. ماشي بعدا بدل عليك، ماشي غسل يداك، عاد كناكلو. هانتوما البنات كتشوفوا معايا هاد القنت هذا، هاد القنت هذا تكيلو عليه مزيان. ها صافي نعدل الرغيفه ديالكم هكذا. شوفوا البنات تبارك الله ملي كيكون كيطيب كيكون بحال شي شفنج منفخ غزال. عرفتو راه كيشهي هاد المسمنات هادو راه رائعين البنات، غير جربوهم
شي حاجه غزاله غزاله. والمبتدئات راه ما تخافوش، انا وريتكم الطريقه كامله، غير تبعوا الطريقه راه غادي يجيكم تبارك الله بحال هذا. لقيت بزاف الناس كيقولك لا ما كيخرجناش مسمن. وانتم بنات تبعوا طريقه واحده، والله البنات قالت لي كنعمل نفس الطريقه ديالك وما جانيش بحال ديالك. وملي بقيت معاها واش كتعمل هكذا واش كتعمل هكذا كلشي عملته، الا انها في الطياب ما كيتنفخش معاها وكيبقى جلده على اخر. شنو السبب؟ ملي كتحط الرغيفه ديالها ما كتقلباش ديريكتوم وما كتبقاش تقلب فيه. الرغايف ولا المسمنه البنات كيبغيو التقلاب، يعني قلبوهم كيبلوا الرغيفات ديالكم مسمى. عرفتوا تبارك الله كيفاش كيجي، راه رائع رائع. شهدايا البنات. ها هو المسمن ديالي تبارك الله، ولا حنا في الشام كنقولوا له الرغيفه البنات. عرفتوا تبارك الله. شوفوا ها كيجي رائع، ما نقولكمش يا البنات. اذا قلتوا رغيفات راهم رغيفات على حقهم وطريقهم، شي حاجه رائعه البنات. كنصحكم تجربوهم. غادي نقطع معكم واحده. بسم الله. شوفوا كيفاش كتجي الورقه ديالو تبارك الله، بحال الورقه ديال البسطيله. شوفوا